ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل لكم طريقة البسبوسة، واهلا بيكم في قناة كل بساطة مع صافي. النهاردة هنعمل لكم البسبوسة. نص كوباية سمنة بلدي سايحة، كوباية زبادي، نضربها كويس مع بعض. لازم تقدروا كويس مع بعض لحد ما تبقى بالشكل ده. بعد كده هنضيف البسبوسه. دي البسبوسه بتاعنا، هنجيب السرير وهنضيف البيكنج باودر، كيس بيكنج باودر. وهقول لكم سر البسبوسه تبقى طريه معاكم كويسه جدا. 4 معالق دقيق نضيفهم على دقيق البسبوسه، نضربهم كده مع بعض بالشكل ده. ولو انها محتاجه سوائل هنحط ميه او دقيق، هنضيف ميه او دقيق. وهنا لو لقينا البسبوسه ناشفه شويه كده ممكن نضيف سوائل. هنضيف لو عندك كوبايه لبن حطيها، عندك كوبايه ميه ضيفي بنفس كوبايه الزبادي. وهتبقى لك طريه جدا. الدقيق حطيناه عشان تديلك طراوه للبسبوسه، تبقى طريه جدا. بعد ما ضفت نص كوبايه الميه وعبرتها بكوبايه الزبادي اللي كانت معايا، دلوقتي عندي صينيه زي دي دهناها سمنه ورشيت عليها شويه دقيق. ودلوقتي وهي ما بتتقلبش كتير، بعد ما فردناها بالشكل ده في الصينيه هنجيب اي مكسرات عندك، فول سوداني، اي حاجه عندك تزيني بيها كده، تزيني وش البسبوسه. دلوقتي بعد ما زينت البسبوسه بالفول السوداني، هي حلوه بسيطه وكويسه جدا وسهله. دلوقتي هدخلها الفرن. بعد ما حطيت الشربات على البسبوسه وسقيتها بيه، انا من عوايدي بحط الشربات بجهزه واحطه في التلاجة. دي كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه ونص ليمونه. لازم الشربات يبقى بيغلي عشان احطه على البسبوسه. البسبوسه لازم تبقى طالعه من الفرن والشربات بيغلي. وبألف هنا وشفا. البسبوسه طلعتها من الفرن، بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي الشربات سخن والبسبوسه سخنه والشربات بيبقى خفيف.